صباح الخير. بيحكي أحد المغامرين اللي قعدوا في المحيط الهادي لمدة 21 يوم مع رفاقه بلا هدف في صحراء مائية ليس لها أول من آخر، عن الاستفادة من الرحلة دي. لما اتسأل قال لهم: طول ما معاك الأكل والشرب مفيش حاجة تخاف منها. أكلك وشربك خلاص اللي يكفوك في يومك، مفيش حاجة تخاف منها. إنما لو قلت، لو فرضا إن أنت قعدت في عرض البحر لمدة 21، بلاش 21، لمدة يومين، ماشي بلا هدف، مش عارف هتروح فين، وخايف الأكل يخلص، ومش عارف، ومتوتر، تخيل انت هتكمل حاجة زي كده لغاية الآخر؟ مستحيل. انت ممكن تموت من الغيظ، تموت من الحنق، تموت من الغضب، بس مش هتخرج من اللي انت فيه. عشان كده لازم تحط في بالك ان طول ما عندك الأكل والشرب هتخاف من ايه تاني؟ خلاص سيبها ماشية لحد ما تقف. وقد كان، وهم قعدوا 21 يوم ماشيين في البحر بلا هدف لحد لما وصلوا ونجوا. فتفكيرك اللي في راسك بينعكس على حياتك. انت دلوقتي لو اتحطيت فجأة في موقف محير، تمام؟ الموقف المحير ده هيبين اللي جواك، او طريقة تفكيرك وطريقة اسلوب تفكيرك بيظهر في اللحظة دي. هل بتنفجر بالغضب، ولا بتطول بالك وتعرف اخر القصة ايه، ولا بتحط خطة للعمل؟ فانت طريقة تفكيرك دي هي اللي بتخليك توصل لفين؟ للطريق الصح. بتحكي واحدة كانت نشيطة وكانت حركة وكانت بتروح وبتيجي، ان هي فجأة ظهرت عليها تعب في القلب، فراحت للدكتور وقال لها انت هتقعدي في الفراش لمدة سنة كاملة. من هول الصدمة زعلت جامد وجالها احباط، والنشاط اللي كان فيها ده واللي كانت فيه اختفى. لحد ما زارها احد الاصدقاء وقالت لها: انت ممكن خلال السنة تعيدي تكتشفي نفسك وتفكري في ذاتك وتفكري في حياتك، وتقري كتب تغير من تفكيرك وتغير نظرتك للحياة. ساعتها بقى انت هتحولي المحنة لمنحة. المهم الكلمتين دول أثروا فيها جامد، وابتدت فعلا ان هي تجيب كتب وتقراها وتكتشف ذاتها. والأيام تعدي يوم ورا يوم، يوم ورا يوم، لحد لما عدت سنة كاملة حصل فيها ان هي تغير تفكيرها تماما. عدد الأصدقاء زادوا لأنهم حسوا ببشاشتها وبتفاؤلها وبأفكارها الحماسية الجميلة، لدرجة إن الدكاترة منعوا عنها الزيارات الجماعية وخلوها يزورها الأشخاص فرد فرد. عدت السنة من غير ما تحس بيها، وبعد 9 سنين بتتذكر الست دي السنة اللي كانت فيها مريضة في المستشفى، وقالت إن دي كانت أجمل سنة في حياتها عاشتها، غيرت حياتها تماما وغيرت تفكيرها تماما. عشان كده احنا بنقول دائما: احصي نعم الله عليك بدلا من ان تحصي متاعبك. دايما حط في بالك ان انت تحمد ربنا على النعمة اللي انت فيها، وتتذكر انت في فضل ونعمة قد ايه، احسن من انك تتذكر مشاكل تجيبك لورا وبتجيب لك الهم وتجيب لك الغم. فالحمد لله دائما وابدا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتعمل لي فولو، انا اوصلك كل جديد، وتعليق لو عجبك الفيديو. صباح الفل.